السلام عليكم، مرحبا بكم معي فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات سميره في الكوزينه. فيديو اليوم اخواتي كيف ما كتلاحظوا معايا غديوه متنوعه ساهله سريعه في التحضير ديالها. هنايا كيف ما كتلاحظوا معايا اول حاجه غنشاركها معكم هي هاد الدجاج اولا فخيضات ديال الدجاج بالضبط. اللي بغيتو يعني تخدموا حتى الصدر حتى هو كيليق، حتى الجنيوحات كيليقوا، ولكن بالفخيضات كتجي احسن. يعني هكذا فخيضات الدجاج على الطريقه الاسيويه بنه رائعه جدا وكيجيو زوينين بزاف، محمرين بواحد الصوص اللي كتجي خطيره بلا بصله بلا والو، يعني غير العطريه وكتجي رائعه جدا. جربوا ان شاء الله ما غاديش تندموا على التجربه ديالها. خضيره هكا سوطي في مقيله، وكذلك الرجله اللي فات لي وحضرتها معكم. مهم غديوه متنوعه، ولكن الاساس فيها اللي بغيت نشارك معكم في هذا الفيديو هذا هما الفخيطات ديال الدجاج على الطريقه الاسيويه، رائعين جدا وخفافين وساهلين في التحضير ديالهم. بلا ما نطول عليكم اخواتي، بسم الله على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. فاول حاجه عندي هنايا خديت هنايا واحد الكميه ديال الفخيطات، نتوما ديروا الكميه اللي بغيتم. انا عندي هنا غير 5 د الفخيطات، يعني هي 2 الاطباق اللي غنحضر. خديتهم هنايا غسلتهم مزيان بطبيعه الحال، رقتهم في شويه ديال الحامض وكذلك شويه الملحه، وخليتهم يرقدوا واحد المده حتى ترقدوا مزيان. عاد غسلتهم نشفتهم مزيان هكذا، سقطرتهم مزيان من الماء، خديتهم هكا درت فيهم هاد التفليحات هادو، يعني حاولوا تحلوهم باش تدخل فيهم العطريه. وغنضيف لهم عندي هنا واحد المعلقه صغيره ديال العسل، تكون عامره مزيان. العسل اللي يعطيهم ديك الطيبه ديال النكهه الاسيويه اللي كتجي ما بين الحلاوه وما بين الملوحه، كتجي رائعه جدا والحار كذلك. المهم غناخذ هنايا واحد 2 ضريسات ديال الثومه اللي حكيتهم. ضروري من هاد المرحله هذه الثومه، يعني ما تستغناوش عليها باش كتعطيهم واحد البنه زوينه. عندي هنا واحد المعلقه عامره مزيان، يعني معلقه صغيره هذه اللي هزه في يدي النيت، ولكن تكون عامره بومبي بالتحميره، ان اللون ديالهم خصو يجي احمر. عندي واحد معلقه ما تكونش عامره بزاف، غير مقاده ديال سكينجبير، وكذلك معلقه ديال الخرقوم بلدي. وهنايا عندي شويه ديال بودره البصل، واللي ما عندهاش بودره البصل تاخذ بصله تحكها وتاخذ غير الماء ديالها فقط. كنعاود نكررها اخواتي، غير الماء، عصروا البصله خذوا غير المياه ديالها وضيفوها للمكونات، ما ديروش البصله نهائيا. كناخذ هنا كذلك باش يجونا على طيب شويه ديال الحروره، ضروري المذاق الاسيوي معروف بالحار. ناخذ هنا شويه ديال السودانيه، ما ديروش هريسه، السودانيه الناشفه يعني الفلفله الحاره الناشفه مطحونه، وكذلك شويه ديال البزر، يعني نص معلقه من كل حاجه، معلقه عامره بيناتهم. وغنضيف واحد المعلقه صغيره عامره مزيان ديال التوابل ديال الدجاج اللي كيتشوى في الفران، وكذلك غنضيف هنا واحد المعلقه ديال الخردل اولا لا موطارد، كتكون هكا معلقه عامره مزيان. ضروري هاد التوابل هادو لانهم هما اللي كيعطيونا ديك النكهه الاسيويه. المهم كنزيد معاهم هنايا واحد المعلقه صغيره ديال الكيتشوب، الا ما متوفرش عندكم الكيتشوب ديروا معلقه ديال مطيشه الحوك اولا الطماطم يعني المصبره اولا المركزه. وغنضيف هنا حتى هي كتجي يعني النسمه ديالها بحال اللي درتو الكيتشوب. ممكن نضيف هنا واحد 2 معالق صغار ديال صوص الصوجا، عندي انا هنا ثقيله، الا كاينه خفيفه ديروا 2 معالق كبار. هنايا كذلك كنضيف هنا اما عصير ديال نص حامضه اولا واحد 2 معالق صغار ديال خل الحامض. كندير هاد التوابل هادو كامل مع بعضياتهم، يعني كنمرمد فيهم دوك الفخيضات دوك التقيبات اللي درت اولا دوك التفليحات اللي درت. كنحاول ندخل لهم دوك التوابل مزيان مزيان كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيتشربوا ليا مزيان هاد التوابل. غنغطيهم بشي طبيصيل هكا لان ما خليتهمش مده طويله. الا غتبيتوهم ليله كامله حاولوا ديروا السلوفان الاناء ديالكم وديروه في الثلاجه. انا خليتهم غير واحد نص ساعه تقريبا، درت غير طبسيل فوق من هذا الاناء وصافي، وخليتهم مرتاحون بما وجدت هكا الخضيره اللي غنرافق بها الطبق ديالي صافي. وغندوز هنايا درتهم في الطاوه ديال الفران مع ديك لاصوص اللي درت ليهم، يعني مع دوك التوابل كاملين كنهبطهم حتى هما ما كنخليهمش صافي. وكنضيف لهم واحد هكا واحد الخويط ديال زيت الزيتون من الفوق، وغنغطيهم بالبابي كويسون من الوجه ديالهم. وعاد من الفوق كنغلف مزيان بابي الومنيوم. غلفوا الاناء مزيان ديالكم باش ما يستغرق لكمش مده طويله. الا ما بغيتوش هكا كان عندكم الوقت وبغيتو ديروهم يطيب على خاطرهم، فما تستغناو على هاد التغطيه ديال الاناء، وتدخلوا الطاوه ديالكم الفران يطيب بالدجاج عادي من التحت ومن الفوق هكا العافيه عليه، اولا غير من الفوق الا كان فرن غازي، وتهبطوهم يتحمروا من الوجه ديالهم. تنقصوا عليهم العافيه مزيان مزيان، يعني قليله العافيه وخليهم يطيبوا على خاطرهم. انا كنت يعني مزروبه شويه فحاولت انني غطيتهم باش ما يستغرقوش ليا وقت طويل في الفران. ممكن ندخلهم للفرن هما الاولين باش كيطيبوا ليا دغيا، وعاد كندوز كنحضر يعني الخضره اللي غادي نرافقها مع هذا الطبق هذا. خديت هنا واحد شويه ديال لاريكو اولا اللوبيا الخضراء، قطعتها هكا وغسلتها مزيان مع شويه ديال الخيزو تا هو قطعته هكا بشرائح طويله. ودرت هنا هاد البخاره ديال الضو، يعني رفيت لهم شاركه معكم يعني واخداها من
بيم زوينه بزاف كتبخر بسرعه جدا. يعني هنا واحد ربع ساعه ثلث ساعه كتكون عندكم الخضيره ديالكم موجوده. بغيتو ديروها في الكوكوط ديروها، ولكن هكا مبخره كتجي يعني ناشفه شويه من الماء ومن هكا من السليق، احسن من انكم ديروها تسلق. خديت هكا البخاره ديالتي، درت الماء في القاع ديالها، يعني في الاناء اللي كيكون من التحت صافي. كتحطوا فوق منها الشبيكات ديال اللي غتبخروا فيهم. الطبقه الاولى درت فيها لاريكو وخيزو لانهم كيشدوا شويه الطياب، ديرهم قرابين الطبقه اللي كيكون فيها الماء. والطبقه الثانيه درت فيها يعني بطاطا اللي قطعت هكا، كل حبه كنقطعها تقريبا على 4 ديال الطروفه، كنحاول نقطعهم عاوتاني على جوج صافي. كتبقاو هكا طريفات غلاط. غنسد على كل شيء وغادي نخليها هكا حد الدجاج ديالي كيطيب في الفران، والخضيره حتى هي كتبخر ليا، فدغيا دغيا غادي توجد. دزت في هذا الاثناء هذه اللي كتكون الخضيره كتبخر، دزت هكا كنحضر معكم يعني هذا العصير اولا هذه السلطه اللي كنديروها منذ الصغر وحنا يعني موالفينها، زوينه بزاف وبارده، كتجي في هذه الفتره هذه زوينه بزاف وبنينه. هي الليمون وخيزو. حاولت هنايا كيف قلت لكم عصرت الليمون، حكيت هكا خيزو في حكاكه رقيقه، وغادي نحاول حيدت هنا خلطت كلشي مع بعضياته، حيت واحد السليفه مسوسه وعاد ضفت هنايا واحد شويه راس المعلقه ديال القرفه، وكذلك واحد 3 المعالق صغار ديال السكر سنيده، لان الليمون شويه حلو ما بغيتش نحليه اكثر. الا كان عندكم ليمون حامض زيدوا ديروا حتى 3 المعالق كبار ماشي مشكل. حطيتهم يبردوا في الثلاجه، وكندوز هكا الخضيره ديالتي كنلقاها يعني طابت ما شاء الله. كيف قلت لكم ما كاملش والله، الا تقريبا شي ثلث ساعه كانت عندي موجوده. حيت الخضيره ديالتي كنخليها تبرد تماما، عاد ندوز باش نكمل ليها يعني الخدمه. هنايا جبت الدجاج من الفران لقيته يعني دخلو طيب مزيان في هذه المرحله هذه، فغادي نحيد عليه الغطاء وندخلو غير هكاك منه العافيه، ونخليه يتجمر لي مزيان ويتحمر. انا بغيت فيه ديك يعني الشوفه ديال التحميره، غادي يتحمر لي مزيان على خاطرو. عاد غادي نخرجو ونقدمو ان شاء الله. كنخلي عليه العافيه يعني بالنسبه للفرن كهربائي كنخلي ليه العافيه من التحت ومن الفوق حتى يتحمر مزيان، عاد نخرجو. صافي دخلته للفران كيف قلت لكم، عريته ودخلته، وغادي ندوز نحضر يعني السلطه ديال البطاطا. كيف ما كتشوفوا كيحماقوا عليها يعني الدراري الصغار، كتعجبهم بزاف. كنديرها لوليداتي بزاف بزاف كتعجبهم يعني. ونحاولوا نقصوا حتى شويه من القليان ومن هكا بطاطا مقليه، مره نبدلوا لهم بهذه السلطه هذه. كناخذ هكا البطاطا من بعد ما كتبرد، ضروري اخواتي البطاطا خصها تبرد، لان الا درتو لها هذه العمليه هكا وهي سخونه فراه يعني بحال كتفرتت اولا كتعجن، ما كتجيش زوينه. شلضوا على واحد البصيله خضاريه صغيره، وكنضيف لها هنايا التوابل، واحد شويه ديال التحميره، شويه ديال السودانيه، وشويه ديال الكمون، وشويه ديال الملح، غير القليل فقط، يعني راس المعلقه من كل حاجه، واحد القطرات من الخل، وشويه ديال زيت الزيتون. وكتقلبوها هكا اما بيديكم اولا بسباتولا، ما تخافوش عليها لانها بارده وشاده في راسها. هذه هي السلطه ديالنا، كتجي زوينه بزاف ولذيذه بزاف وكتعجب وليداتي صراحه. حتى ما شاء الله غادي تعجبكم الا جربتوها. دزت هنا الخضيره ديالتي حتى هي من بعد ما بردات، كنديرها في واحد المقيله، شويه ديال زيت الزيتون، قطرات من الحامض اولا من خل الحامض، شويه الكمون، شويه الملحه، وشويه ديال هكذا التحميره باش تعطينا اللون. وغنضيف هنا شويه البزار، نضيف كذلك واحد شويه ديال تقريبا واحد نص معلقه كيف قلت لكم صغيره من كل حاجه ديال شويه هكا، واحد نص معلقه صغيره ديال بودره الثوم، التوابل كلها منها واحد نص معلقه. وغادي نخلط كل شيء مع بعضياته بواحد السباتيلا، ونديرهم فوق البوطه غير تشحروا واحد 3 ديال الدقائق ماكسيموم، وغتحيدوهم وتكون عندنا الخضيره ديالتنا موجوده. هنايا يعني كل شيء واجد، كل شيء طايب، فغندوز باش نحضروا يعني اولا ندريسيو هكا الطبيصلات ديالنا. هنا خديت الخس قطعته هكا قطع صغيره، ما كنفضلوش يعني هكا وريقات كبار، ما كيتنكلوش. الا درتوه بهذه الطريقه هكا مقطع صغير فكيتنكل وكيغلبوا عليه وكياكلوه. خديت هنايا هكا فرشته في النص ديال الطبسيل، وغنحط عليه يعني جوج ديال الفخيضات في كل طبسيل بهذا الشكل هذا، كتكروازيوهم كيف ما كتلاحظوا معايا. وكنحط فوق منهم ديك لاصوص المعلكه اللي كتجي بنينه بواحد الدرجه ما تصورش، وفيها واحد الطيبه ما بين الملوحه والحرور وكذلك الحلاوه، كتعطيكم طعم اسيوي يعني من الدرجه الاولى، رائع جدا. واحد الطعم واحد البنه خطيره جدا. غير جربوها اخواتي بهذه الطريقه هذه، فراه غادي تعجبكم ان شاء الله وتعجب حتى الوليدات. نقصوا الا هكا حضرتوا الاطباق ديالكم للوليدات فنقصوا من الحار فقط. رافقت اخواتي هذه الفخيضات بشلاضه مغربيه عاديه
بالخيار ومطيشه، وكذلك بالخضيره اللي حضرنا مع بعضياتنا، والرجله فايت لي يعني يوم السابق وحطيت الفيديو ديالها، يعني انا نخلي لكم ان شاء الله تحت هذا الفيديو هذا يعني في صندوق الوصف. وكذلك رافقناها مع ديك السلطه او العصير ديال الليمون وخيزو اللي كيجي اكثر من رائع، وراه معروف عند المغاربه من زمان ملي كنا صغار وحنا كناكلوه، وكتبقى واحد اللمسه مغربيه وبلديه مع الاطباق ديالنا. واللي بغى يعوض باي عصير اخر يعوض، او باي يعني سلطه اخرى يعوض. المهم الطبق ديالنا بسيط ورائع في نفس الوقت. كيف ما كتلاحظوا الشكل ديالو راقي يعني بسيط جدا في المتناول، بمكونات اللي هي متواجده ان شاء الله عند كل اخت في البيت ديالها. حضروا هكا اطباق صيفيه خفيفه وزوينه وبنينه في نفس الوقت. اخواتي بلا ما نطول عليكم، حتى لهنا تيكون الفيديو ديالنا. سلام عليكم، الى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.